يلا يا بنات شجعونا بلايك ويلا نجدد القديم. هنخلي مطبخنا جديد ب60 جنيه بس، هخليكي كأنك لسه شاريه دلوقتي من المحل. هنجدد مطبخنا الخشب وهنعمل احلى شغل. هتشوفي بنفسك احلى شغل وهننضفه وهنظبطه. المطبخ كان مكركب خالص، تعالي نعمل فيه احلى شغل وهنشوف. هنشيل الورق القديم ونجيب ورق جديد كده ونظبط مطبخنا تحس ان انت عايشه في الجنه. تعالي كده نعمل شويه ورود والوان مبهجه. بس قبل ما نعمل اي حاجه تعالى اما نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شجعيني بلايك عشان كل الحاجات القديمه هنجددها مهما كانت امكانياتك بسيطه. بيتك بسيط، حاجتك بسيطه، هتعملي تجددي بيتك باقل التكاليف. احنا عندنا كمان الفيديوهات الجايه هنقدر نخلي اللحاف الفايبر القديم نجدده ازاي، وهقول لك وفي البيت مش هتبدلي ترزي ولا هتكلفي نفسك باي حاجه. النهارده فيديو بتاعنا فيديو منشط كده وتحفيزي لاي حاجه قديمه عندك. ما تخافيش، كل حاجه بتتعمل وهتبقى جميله جدا وهتحبيها. النهارده لو هتدخلي مطبخك وتجددي المطبخ بتاعك هتحبي اصلا مطبخك وهتحبي الشكل بتاعه، وهتحبي اللي انت عاملاه بايدك، حاجات جديده اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. انا بحبش ادهن المطبخ، انا بجيب بالورق دوت كل سنه وبعمله عشان افرح نفسي كده بحاجه بسيطه خالص. المطبخ بتاعي خشب ومطبخ مش قد كده، بس انا بنفسي بعمله وبجدده وبخليه جميل. النهاردة هنجدد مطبخنا، ومهما كانت إمكانياتك بسيطة أو ضعيفة أو المطبخ بتاعك مش عاجبك. المطبخ بتاعي طبعا متبهدل، أنا سبته شوية كتار، ما عملتش في أي حاجة. شايفين يا بنات؟ هنروقه ونظبطه ونشيل الورق اللي عليه ده. طبعا المطبخ ده يا بنات خشب من بتاع زمان، فاللي هو ده كان جاي لي بالطريقة ديت يعني، وكلام من ده ما كنتش عايزاه والله بصراحة. بس كانت الامكانيات ايامها بالشكل دوت، فخلاص ارتضيت بيه. كل سنه بجدده بلون انا عايزاه، يعني مش بدهنه ولا اي حاجه، لان الدهان طبعا بيغير من الشكل وكلام من ده. انا بحط عليه ورق وبجدده كل سنه. كل ما اجي افرش من الصيف للشتاء بجدد المطبخ بتاعي بالالوان اللي انا عايزاها وبالشكل اللي انا عايزاه. ده كان الشكل القديم، هو صراحه جميل وشكله حلو، الورق اللي عليه جميل قوي. بس انا حبيت ان انا جدده اتبهدل شويه من تحت بالذات، فما ينفعش اعمل تحت لون وفوق لون. فقلت ان انا هشيل الورق الجميل دوت وهبدا ان انا اجيب ورق جديد. بس والله ما تلاقيت يا بنات، انا بحب الالوان الفاتحه، يعني بحب ان يبقى فيه زهور والوان كده مبهجه وحاجات منعشه كده وشكله حلو، بيدي للمطبخ منظر جميل جدا. انت كمان حتى لو مطبخك اورمنتال ومتضايقه من لونه، حاول ان انت تغيري في اللون. يعني انا كنت عامله قبل كده ورق تاني عليه بس كان غامق سيكا يعني، بس انا فقلت المره دي بقى هغير اللون. فما تلاقيش عند الراجل اللي انا بجيب منه غير لون يعني لون غامق شويه. فقلت خلاص بقى مش مشكله، لان ما كانش عنده الا الكميه اللي انا عايزاها نفس اللون ده. فقلت خلاص بقى انا نويت ان انا اجدد وكلام من ده. وقال لي والله ان انت جايه متاخر يعني، فان البضاعه بتاعته خلصت ومش هيجي له بضاعه دلوقتي. فهضطر ان انا اخد بقى الورق دوت، لان انا بتعامل معاه ويكون هو بصراحه انا الزبونه بتاعته وزبونته يعني، واحسن سعر هو بيعمله. طبعا شايفين بقى الكركبه، انا سايبه كل حاجه خالص اهوت، وسايبه المطبخ يضرب يقلب علشان اوريكي قد ايه ان انت ممكن تنضفي اي حاجه متكركبه مهما كانت صعبه، مهما كنت انت سايباها، مهما كنت متكركبه عندك وشكلها مبوظ نفسيتك خالص. فاحنا هنبدا ده نروق معانا. 60 جنيه بس يا بنات، 60 جنيه غيرت مطبخي، خليته لون تاني، خليته شكل تاني، خليت مطبخي شكل تاني، ونفسيتي ارتاحت جدا. انا بقول لك زي ما بقول لك كده، كل سنه بغيره. كل السنه اللي فاتت كنت مغيره ب 40 جنيه، السنه دي بقى علشان الدنيا غليت شويه فزاد 20 جنيه. بس الراجل طبعا عامل لي الواجب وزياده حبتين، لان انا الزبونه بتاعته باخد منه ورق بقى للشبابيك، وباخد منه مفارش للترابيزات، وباخد منه كل حاجه. هو ما شاء الله عليه، ربنا يبارك له يا رب ويرزقه، انسان محترم جدا وبيكرمك لان انت الزبونه بتاعته. وكمان بقول لاصحابي عليه واخواتي وجيراني، بقول لهم ان ده راجل كويس. حاولوا يا بنات لما تحس ان في حد محتاج ان انت تساعديه وانت فيش في ايدك ان انت تساعديه، مثلا واحد فاتح محل على قده وكلام من ده، نبطل بقى حكايه ان احنا نروح نجيب من حتت فخمه وكلام. هم مش محتاجين الناس الفخمه ديت ان انت تجيبي منهم يعني. سوبر ماركت كبير جدا. انا بشوف ناس تقول لك لا مش داخله السوبر ماركت الصغير ده، انا هروح اجيب من الراجل من الهايبر الكبير او السوبر ماركت الكبير. والله يا بنات الناس اللي هي البسيطه ديت والمحلات البسيطه محتاجه ان انت تشتري منها اكتر من المحل الكبير، يعني اكتر من المحل اللي هو
هو في حاجات كتير جدا، فانت اجبري بخاطره، منها هتاخدي حاجتك وهتاخديها بسعر كويس وهيتبسط، وهتجبري بخاطره وهترزقيه. فاللي هو حاولي ان انت حتى يبقى هي ديت الحسنه المخفيه، هي ديت الحاجه اللي انت بتاخديها المخفيه، وما فيش فيها اي حاجه. حتى لو خدتي منه حاجه واثنين وثلاثه، حتى لو انت ما انتش محتاجاها، يعني مش محتاجاها او ضروري قوي، وعايزه تطلعي الحاجه ديت وترزقيه يعني، فهاتيها. والله يا بنات لو هتجيبي مثلا كيسين باكوين بسكوت، ومثلا كيس شيبسي او كيكه او اي حاجه، وتديها لاي طفل، اي حد غلبان، اي حد ان انت شايفاه ان هو محتاج منها، ان انت لفعتي المحل الصغير او البقال الصغير اللي انت جبتي منه، ومنها كمان ان انت رضيتي وجبرت بخاطر عيل صغير، او حتى ست غلبانه، او حتى راجل غلبان، لو حتى من اللي بيبيعوا فجل وجرجير في الطريق، او حتى بيعملوا اي حاجه. انا من طريقتي ان انا لما بشوف حد مثلا قاعد على قد حاله، بروح اشتري منه، بروح اشوف الناس اللي مش مشهوره فين، وبروح اجيب منها. ده يا بنات اسمها الحسنه المخفيه، او ان انت بمعنى اصح بتساعديه بس بطريقه غير مباشره، ومفيش حاجه عند البقال احنا مش بنحتاجها. فاتبع النظام ده، ربنا هيزيدك بركه ان شاء الله، وهتكوني خدت اجرين مش اجر واحد، يعني اجر ان انت نفعتيه بدون ما تكسري بخاطره، او ان انت تحرجيه، وفي نفس الوقت تكوني خدتي جبرت بخاطر حد تاني محتاج مثلا الكيكايه او البسكوتايه، او حتى والله يا بنات لو محل فول وطعميه صغير على قده، هتجيبي سندوتشين منه وتروحي تديهم لاي حد قاعد من الناس اللي بتبقى العماله، اللي بتبقى مثلا بنايين وكلام من ده، بقوا قاعدين على الرصيف وكلام من ده. خد يا عم الحاج افطر، خد يا ماما افطري، خد يا بابا افطر. والله ما فيش اي مشاكل خالص، صدقيني هتحسي براحه نفسيه، تحسي ان يومك عدى بكل جماله بكل حيويه. طبعا بشيل الورق القديم، وده المطبخ القديم. طبعا اللي عندهم مطابخ خشب عارفين قد ايه احنا بنعاني لو حطينا يا بيت. يعني مثلا المطبخ بتاعي من جوه في حاجات كده مبقعه، يعني مبقعه بني، لو حطيت فيه بخور بيبقع، حطيت فيه حنه للشعر يبقع، حطيت فيه حنه للضوافر بيبقع. فاللي هو بيبقى البقعه دي مش حاجه، يعني مش محروق ولا اي حاجه، هو دايما الخشب بيبقى بيلقط اي حاجه فيها تصبغات او صبغه يعني، فبيلقطها. فان انت تحط اي حاجه في المطبخ في كلام من دول، والله يا بنات لدرجه ان هو ساعات بيلقط الليمون. عارفه الليمون اللي هو ده، لو انت حاطاه في كيس والكيس مثلا يكون اتقطع ولا حاجه ونزل منه مثلا على ارضيه المطبخ، فبيلقط منه اللون. فهو المطبخ الخشب عامه بيلقط. انا بقى من طريقتي ان انا بشيل المطبخ الخشب دوت وبغسله وبمسحه وبفرش يا بنات اكياس بلاستيك، مش بجيب له مفارش ولا حاجه، هو مش مستاهل مفارش. فخلينا كده اقتصاديين. ويا بنتي الاكياس اللي هي الكبيره بتاع، اللي هو كيس ب 10 جنيه من اللي هو الكبير بتاع تخزين البطاطين، انا بجيبه بقطعه، هو بيبقى لون واحد، بجيبه بقطعه على قد الرف وبفرشه على المطبخ، علشان لو انا مثلا نسيت او سهيت ان في مثلا اي بوله، اي مقلعه، اي برطمان انا غسلاه، اي حاجه، الخلاط بتاعك، اي حاجه نزل منه شويه ميه، ما ينزلوش على الخشب ويبوظهم. طبعا ما ينفعش ان انت تغسلي الخشب ترشيه بميه او تشطفيه بميه. انا بغسل الخشب بريل ومعطر وشويه من الخل عشان اللون بتاعه ما يبهتش طبعا. وكمان بغسل بنشفه يا بنات بفوطه مبلوله، وبكبش فيه ميه عشان ما يبوظش، عشان كمان ما يعملش صراصير يا بنات، لان الحشرات دي بتيجي تبع الرطوبه وبتبقى مشكله جدا بالنسبه لنا. لو لسه ما عملتيش لايك للقناه، اعملي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده هنجدد مطبخنا وهنخليه زي العسل. هتحبي ان انت تدخلي مطبخك. انا من ساعه ما جددته يا بنات، مع ان اللون بتاع الورق مش عاجبني، هو الورق ده يا بنات انت تروحي تقولي له انا عايز، هو بيبقى ورق متن كده، هوريك دلوقتي في الفيديو، هجيبه لك اللقطه بتاعته يعني، وبيقول لك شكله عامل ازاي. هتقولوا له انا عايزه ورق من اللي بيتلزق، من اللي هو بيبقى ليه لزق من بره ده. شايفين يا بنات بيتشال بكل صعوبه جدا، يعني ده من اللي قبليه ومن اللي قبليه كمان. فانا كل بقول لك سنه بجدد المطبخ بتاعي بالطريقه دي، الطريقه سهله جدا بتدي بهجه للمطبخ. لو انت كمان عندك حد او عندك هو بيبقى محل بتاع مستلزمات المطبخ، يعني ورق حائط، مفارش، في عنده براويز وساعات حائط، وكمان عنده مفارش للمطبخ وللدولاب، وورق للشبابيك وللبيبان، والورق اللي بتلزق على السيراميك، كل حاجه ما تلزق
تنظم المطبخ هي عنده. لحد كمان ما عنده حاجات زي المنظفات كده بترشيها على الازاز، بترشيها على حاجه، عنده كل حاجه، عنده كل حاجه، حتى الورق الفوم عنده كل حاجه. طبعا انا جبت خلطه كده، عملت شويه بريل وعملت شويه برسيل فيهم، وكمان حطيت شويه معطر وشويه من الخل او الدوني، ودوني وخل وكلام من ده. بغسله بالاسبونشة زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بنشفه في فوطه مبلوله، واعصر الفوطه وانشفها تاني واعمله تاني. طبعا هو طبعا مش محتاج ان هو يتغسل ولا اي حاجه، لان طبعا الورق ده لازق، من المرات اللي قبلها. هو عفوا على الشكل يعني العام ان هو فيه لزق وكلام من دوت وحاجات من دي. بس بعد ما بيخلص انت بيبقى عندك راحه نفسيه، بدل هو ما يكون اللون خشب كده. فانت حاولي ان انت تجددي فيه، حاولي ان انت تجددي على قد امكانياتك. انا ب 60 جنيه جددت المطبخ بتاعه وخليته لون تاني. ان شاء الله المره الجايه يكون حظي احسن، ويكون اتلقيت عنده ورق يكون انا حباه يعني ومبسوطه بشكله. انت دلوقتي هتقرري وتشوفي برضو وتقولي رايك ان كان الورق اللي انا حاطاه فيه ده شكله كويس، ولا كنت محتاجه ان انا اجيب حاجه افتح. انا بحب طبعا الالوان الزاهيه جدا في المطبخ. بحب اللون يبقى كده مبهج كده وشكله حلو. حتى لما باجي احط الورق او الزقه، بحطه كده بشويه من الفن كده، ومش بلزق وخلاص وكلام من ده، لا بحاول ان انا اعمل لوحه كده شكلها حلو. طبعا بغسله من جوه كده، وبعد كده هبدا ان انا اغسله من بره وانشفه بالفوطه كده، واحط بقى طبعا في الاكياس زي ما قلت لك. المطابخ الالوميتال برضه يا بنات، لو انت عايزه تجددي فيها او تغيري شكلها، مفيش اي مشاكل خالص. ممكن تجددي فيها وتغيري شكلها وتحطي ورق وكلام من ده. عايزه تحطي ورق حائط، عايزه تحطي ورق من اللي هو الفوم وتقطعيه وتجيبيه باشكال والوان وكلام من ده. انا حاسه كده ان انا في يوم من الايام هعمله فوم، وهعمله زي المربعات كده واشكال. بس مش جاهزه نفسيا ان انا اعمله كده دلوقتي. فقلت لا، انا هجيب الورق اللي انا عايزاه ومحتاجاه وابدا ان انا اعمله. طبعا الخلطه دي جميله جدا يا بنات، وهو اصلا مش محتاج ان هو يتغسل، بس محتاج ان هو يتغسل من جوه، مش محتاج ان هو يتغسل من بره، عشان كان فيه طبعا ورق وكلام من ده. بس طبعا برضو للاحتياط، ورقه تكون اتقطعت، حته تكون عملت فمزيته فمطربه كلام من ده، فانا بعمله بالشكل ده. طبعا زي ما انت شايفه جوه اهوت باين اهوت ان هو متصبغ. بيبقى يا بنات من حنه انا حطاها، صبغه، والله العظيم لحد بس ان البهارات اللي هو الكركم والحاجات ديت، عشان بتعمل تصبغات صفرا وكلام من ده، هتلاقيها مطبقه على المطبخ اللي شايفين دي كانت يا بنات من صبغه انا حطاها. فبس طبعت كده على البتاع، فادى اللون الغريب العجيب دوت. وطبعا كل الناس اللي عندها مطابخ خشب بتعاني من المشكله ديت، فهو دوت مش حرق، مش قله نظافه ولا كلام من ده. بس الحمد لله والله يا بنات، ربنا المستعان يعني، والحمد لله واللهم بارك. كل واحد بيبقى راضي بعيشته وراضي بحياته مبسوط، وكفاية ان انت عندك اولادك، ربنا يا رب يصلح حالهم ويشفيهم ويخليهم احسن الناس. فبيبقى حاجات ربنا بيبقى عاتلك حاجات. والرضا ده يا بنات كنز، كنز بجد، والقناعة كنز لا يفنى زي ما بيقولوا. القناعة حاجة كويسة جدا. فانت لما انت تكوني عايزة، ما انتش قادرة مثلا تجيبي مطبخ تاني، او انت تجددي في حاجة تانية، ممكن تجددي بأقل التكاليف وبأقل الحاجة. فرحي نفسك حتى لو هتجيبي مفرش الترابيزة جديد. حاولي ان انتي، انا جبت طبعا يا بنات حافظات جديدة لأوضة النوم بتاعتي. بس كانت شكلها حلو جدا وكنت مبسوطة بيها جدا. حوشت يا بنات، وهقولك انا حوشت ازاي ودبقت ازاي وجبت الحافظات دي، فكنت مبسوطة بيها جدا. كان نفسي بجد ان انا اغير حافظات أوضة النوم، فبدأت بأوضة النوم بس، وبعد كده هغير بقى أوضة الأطفال برضو كمان. بس واحدة واحدة كده، لما احوش كده قرش بقرش كده مع بعضه، واجيب. والله كنت يا بنات بحوش فيهم من زمان يعني، بس كانت جت كل ما احوش فيهم يطلع لي اي حاجه تانية اصرف الفلوس فيها. فقلت ما بديهاش بقى، خلاص انا هظبط نفسي. وعلى الشتا كده اما اجي افرش حاجه الشتا وفرشة الشتاء، الفيديوهات الجاية بنات هروق الشقة وهعمل حاجات للشتاء جديدة، وهفرش بقى الشقة الحافظات الشتوي والسجاد الشتوي والكلام ده كله، وهنوضب ونفرش الشقة كلنا مع بعض كده، وتشوفي الفرش الشتوي عامل ايه، والدفايات كده والسرير وكده، ونوضب الدنيا ونوضب الشقة. تحسي كده بالدفى، والستاير نركبها وتحسي كده بالدفى، وتحسي كده بالامان كده في بيتك، لما بتحسي ان انت تفرشيه وان يكون بالفرشه، وان انت مظبطاه ومنظماه جديد. طبعا هنمسح الحته اللي هي انا مسميها السور ده، السور بتاع المطبخ. يعني لو قلت لاولادي روحوا هاتوا لي حاجه، فبقول لهم روحوا هاتوا لي حاجه من سور المطبخ مش عارفه ليه وانا مسميه كده. هنغسل طبعا الرخامه دي بعد ما غسلتها يا بنات بالسبونشه والبتاع اللي في ايدي ده، اللي انا عاملاه. يعني الخلطه دي بجيب يا بنات شويه من الكلور اللي هو العادي، وبحطه عليها وبمسحها دعكها بالسلكه، دعكه حلوه جدا بتنور، بتبقى زي المرايه كده. وانا بحب
بحبش اعملها الا كده بصراحه يا بنات، وبعد كده بشطفها تشطيفه كويسه جدا بالفوطه كذا مره، برضو برضاش اكب عليها ميه علشان خاطر كمان ما ينزلش على الخشب من تحت ويبوظه. كمان يا بنات مش حكايه ان الخشب يبوظ، هو ما شاء الله المطبخ خشبه كويس جدا مش وحش، يعني مش من اللي بيقشر ولا ان اللي هو بيطلع كده رقات وكلام من ده، لا خشبه كويس مش وحش. طبعا هتقولي لي، انا عايزه اقول لك ان والله والله وده مش حاجه انا بمدح فيها نفسي، الحمد لله والشكر لله واللهم بارك، يعني عمر المطبخ بتاعي ما عمل صراصير ولا اي كلام من ده. ليه بقى؟ انا ايدي فيه على طول يا بنات، ما بسيبوش، ولو حسيت ان انا اتاخرت عليه شويه ما بسكتش، يعني الرش ده عندي على طول. كمان يا بنات العجينه بتاعت الصراصير وكلام من ده، انا طبعا مش بحط اي حاجه في المطبخ غير لما اجيبها اغسلها كويس جدا. بس انا بقى عامله طريقه كويسه، يعني تحت المفارش بتاعه المطبخ وكلام من ده بجيب العجينه بتاعه الصراصير وبلزقها تحت البتاع في الركن كده واحد بس، ركن واحد بس من الضرفه الواحده بعيد خالص عن اي حاجه، وبحط فوق وراها كمان قدامها كده برطمان. البرطمان ده انا مش بستعمله، وبحب بفرش عليها المفرش، هي حته من العجينه بتاعه الحشرات وبتاعه الصراصير ديت، لان انا عندي فوبيا جامده جدا من الموضوع بتاع الحشرات ده. فوبيا فوبيا، مش دلع ولا كلام، يعني لو شفته قدامي انا ممكن ما اباتش في البيت، فاللي هو عندي فوبيا من الموضوع ده. فانتي اهم حاجه اهم حاجه خلي بالك، خلي بالك ان المطبخ يعمل عندك صراصير، ما تخليش عندك المطبخ فيه رطوبه. حسيتي ان المطبخ بتاعك بدا يبقى فيه رطوبه وكلام من ده، افتحي الظرف بتاعته، طلعي الحاجه نشفيها ونضفيها، حطي عجينه رشتين كده وسيبي الدنيا تهدى وفتحيه للهواء. لو حتى هتجيبي جنبه مروحة تجدد الهواء فيه واقفليه تاني. الحمد لله اللهم بارك مفيش عندي اي حشرة خالص في المطبخ. كمان باخد بالي يا بنات من الانبوبة لما بجيبها، احنا طبعا ما عندناش غاز طبيعي، احنا عندنا انابيب، فباخد بالي من الانبوبة اول ما بتيجي. بيبقى طبعا في ناس بتبقى لا قدر الله يعني عندها في المطبخ طبعا بقى فل اهوت ولمع، والله يا بنات بقى زي الفل هو مش محتاج اصلا يعني، بس انا قلت لما التلميعه بتاعته ديت، لان كده احنا طبعا من جوه بقى زي الفل. وطبعا هجيب الاكياس الكبيره ديت واظبطها واقطعها على قد الرف كده علشان الميه ما تنزلش فيه او اي حاجه. طبعا هغسل الحته اللي تحت دي لسه ما اتغسلتش وخلاص. ده الورق بقى اللي بقول لك عليه، انا جايبه يا بنات الورقه دي ب 15 جنيه، جايبه خمسه، فجبت الخمسه ب 60 جنيه، يعني لا ب 70 جنيه يا بنات، جبت الخمسه ب 70 جنيه. اللي هو قال لي انا هديكي التلاتة الواحده ب 15 جنيه، وقلت له انا عايزه واحده كمان، قال لي خلاص هي برضه بال 15، قلت له لا هم كلهم ب 70 جنيه، هجيب لك 75 جنيه تعمل بوم ايه، هم كده الخمسه ب 70 جنيه، فجبت خمسه ب 70 جنيه. جددت المطبخ ب 70، هو اصلا ما كنتش محتاجه الورقه الخمسه ديت، يعني انت ممكن تجددي ب 60 جنيه بس، وعلى قد المطبخ بتاعك، يعني هم كانوا محتاجين الاربع ورقات وكده، كان في وفاض كمان مني ورقه بالشكل ده. شايفين اللون؟ انا مش عارفه ان كان اللون كويس ولا لا، ان كان عاجبكم ولا لا، ولا اللون الاولاني كان احسن. انا كان عنده كذا لون يعني كذا صنف، بس كان غامق اغمق من كده، وكمان ما كانش يكمل الخمسه اللي انا محتاجاهم. انا زودت واحده عشان قلت كده اما اشوف الدنيا فيها ايه، لان الدنيا عماله تغلى، يعني المنتجات بتغلى والحاجه بتقل، يعني مش فاهم، مش عارفه ان كنتوا انتوا فاهميني ولا لا. يعني الورقه دي كانت بتعمل 3 ناحيات، يعني 3 ظرف، فكشت بس بتعمل ضرفتين بس. طبعا معاكي موس، معاكي قطر، استعملي القطر والموس احسن من المقص مليون مره. القطر والموس بينجز معاكي كويس جدا. طبعا انا خدت الورقه الواحده كده، هعمل واحده في الضرفه لوحدها دي، الضرفتين اللي في النص دول يا بنات هعمل لهم ورقه لوحدها عشان يبقى كده منظر شكله حلو. جبت الضرفه اللي في النص الاولانيه ديت قطعتها اتنين، هتاخد الضرفه الاولانيه اللي على اليمين دي وهتاخد الضرفه اللي على الشمال. طبعا اول مره كده بتبقى الواحده لسه مرتبكه كده، وبتعمل الورق كده بشويش وبالراحه. وطبعا عايزه اقول لك ان احلى حاجه في الورق ده ان حتى لو لزقتيه بس يبقى لسه في ساعتها، يعني لسه لازقاه دلوقتي حالا، ممكن تفكيه وتشديه من على الخشب وترجعيه تاني وتظبطيه، مفيش منه اي مشاكل، مش بيلزق في بعضه، مش بيثبت على البتاع وما يطلعش معاكي، لا كرمش معاكي، شدي واعملي. طبعا نسيت اشيل المقبض بتاع فبشيله، وبعد ما بخلص خالص بقوم خرماه من فوق البتاع واقوم مدخلاه عادي خالص، مفيش اي مشاكل، واقوم رابطه بالصاموله من ورا، مفيش اي مشاكل. عايزه اقول لك كمان ان انا ظبطت الابواب بتاعه المطبخ كانت بتتفتح، جبت بقى يا بنات مسامير من اللي هي البورمه ديت، اللي هي الملفوفه دي، هي اسمها مسامير مش فاكره، هي مبرومه كده، فجبتها
وربطتها جامد، ربطتها على المفصلات، فخلت المطبخ ما عادش بيتفتح خالص واتقفل كله، ما عادش في ضرفه مفتوحه ولا ضرفه ملقلقه كده ولا الكلام من ده. طبعا عملت الناحيه دي زي ما قلت لك، جبت ورقه واحده، قسمتها نصين بالقطر او بالموس، انا كان معايا موس، لو معاكي قطر تمام تمام. اي موس، لو هتفكي برايه من عندك بتاعه الاولاد وتعملي بيها، انا فاكه والله واحده وعامله واخده الموس بتاعها، عشان طبعا الموس التاني اللي هو بتاع الحلاقه بتاع الرجاله ده بخاف منه جدا، لان كل ما امسكه بيعور ايدي، فما بحبوش انا خالص. فحطيت النص على اليمين ونص على الشمال، اللي في النص دي بقى نعمل لها ايه، طابلو كده لوحده كده عشان يبقوا شايفين يا بنات الجمال. دي بقى الواحده التانيه هي اللي هحطها في نص المطبخ، على على الضرفتين اللي فيهم ازاز دول. فهفكها كده، وطبعا هقيس، وبعد كده هلزقها كلها مره واحده، مش هقصها من نصين ولا حاجه. وبعد ما تتلزق هتحسسي كده بايدك وتطبعي كده بايدك وتشوفي الضرفتين اخرهم فين، وتقومي قصه من النص، هيبداوا معاكي ان هم يتعملوا. طبعا لقيت البتاع اخده ضرفتين كبار يعني، فشلت منها حته، والحته دي يا بنات هركنها كده على جنب للادراج بتاعه المطبخ. هفك كده وهبدأ ان انا اعملها برضو واظبطها. ما تقلقيش خالص، بالراحة خالص وعلى مهلك خالص. والله يا بنات هتجيبوا وهتجددوا مطبخك، هتبقي مبسوطة جدا. انا كل شوية ادخل ابص عليه واخرج تاني، افتح النور واخرج تاني ابص عليه. فاللي هو مبسوطة مبسوطة بجد، بعمل اي حاجة جديدة في بيتي مهما كانت بسيطة انا بتبسط بيها بصراحة. ليه بقى؟ انت جايباها من تحويشة، جايباها إيه، كنت مثلا عايزة ان انت تعملي حاجة معينة، ببقى مبسوطة يا بنات وانا شغالة الشغل دوت، وان انا بجدد حاجة جديدة في بيتي يعني، مهما كانت بسيطة ومهما كانت حاجة. يعني ناس كتير تقول لك ده تافهة، ده ما يعني ايه ما انت جددت مطبخ. عايزة بقى اقول لك ان انا كل ما حد يدخل لي من اصحابي او جيراني اقول له تعالى شوف انا جددت المطبخ بتاعي، فيقول لي والله العظيم ده جميل قوي، ايه ده، والله انت فنانة كويس قوي، شكله حلو، جددتيه وخليتي شكله حلو. فاللي هو انا جايبه بقى حاجات فيها ورد وفراشات وسمك بيجري في الميه اهوت، يعني كله تبع الميه وكلام من ده، وفي ميه من تحت اهي، فاحنا كده ايه ماشيين في المطبخ تبع الاصول والعادات والتقاليد. طبعا نيجي حته على الباب التاني، فما بنرميش حاجه ولا بنشيل حاجه، احنا بنظبطها كده. شايفين يا بنات التظابيط كده والدنيا عامله ازاي؟ نقص بقى من النص كده، كده احنا عملنا الضرفتين عشان يتفتحوا ما يبقوش ايه مقفولين مع بعض طبعا، وتظبطي كل حاجه. طبعا عملت كمان حته على البتاع اللي فوق وحته على البتاع اللي تحت، وعملت ال اللي هو الادراج وكلام من ده. طبعا جبت برضو زي ما عملت في النص الاولاني، عملت في النص اللي فوق، عملت في النص اللي تحت. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه، هنجدد لك حاجات كتير جدا في البيت. عايزه اقول لك ان الفيديو الجاي باذن الله هعمل لك فيديو عن ازاي تجددي اللحاف الفايبر بتاعك وتخليه جديد خالص. لو اللحاف بتاعك قديم وخلاص هترميه وحاسه ان هو طالع منه بقى الفايبر بتاعه بقى من 15 16 سنه زي كده زي اللحاف بتاعي، فتعالي هنجدد بقى اللحاف بتاعنا وهنخليه لحاف كانه لسه جاي من عند المحل بتاع المفروشات دلوقتي حالا. هنجدد كل حاجه، اي حاجه عايزه تجدديها قولي لي واحنا نجدد مع بعض، وقولي لي افكار، وقولي لي كمان لو انت عندك مطبخ جددتيه، دهنتيه، ظبطتيه، حطيتي عليه ورق، عملتي على الكلام من ده، ابعتي لي صورته في الكومنتات، واحنا كمان عشان نستفيد منك. انا عارفه ان في ستات بيوت شاطره قوي 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 يعني، وبيعجبني دماغهم، بيعجبني نظام، بيعجبني ست البيت اللي هي مش تقليديه، عايزه تجدد، هتودي سرير الناحيه دي، هتجيب كنبه الناحيه دي، هتعمل حاجات بسيطه تجدد بقى مطبخها. شايفين يا بنات الجمال؟ والله بقى شكله تحفه. انا ما كانش عاجبني الاول شكل الورق، بس لما تركب كله على بعضه كده حسيت ان هو قد ايه ان هو جميل. طبعا كل حاجه بلوحه فنيه، حاسه ان هي متناسقه مع بعضها وجميله. انا قناتي بيتي على قدي، وطبعا زي ما انتم شايفين البيت على قده خالص، لسه بقى هروق المطبخ واظبط الدنيا دي، والسباته بتاعت الخضار والحاجات دي كلها هتنزل تتغسل، والحيطان كمان هتتغسل، والسيراميك هيتغسل، وكل الكلام ده، وهنظبط الارضيه وندعكها دعك كويس جدا. طبعا لسه ما ركبتش المقابض بتاعت المطبخ، هركب المقابض طبعا. وزي ما انتم شايفين، رايكم بقى قولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، برغم ان هو بسيط وعلى قد الحال، بس انا مبسوطه بيه والله يا بنات. الفرح والرضا بالحاجه اللي انت بتعمليها اهم كتير من اي حاجه. يا رب كده يكون نهاركم سعيد، ويومكم يكون اسعد، ويا رب يوفقكم في كل حياتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.